احط فلوسي في الريل استيت ولا في الذهب؟ لو سالت واحد بتاع ريل استيت هيقول لك طبعا الريل استيت، وهيقعد يحسبها لك. ولو سالت واحد بتاع ذهب هيقول لك برضو ريل استيت، سبحان الله. بس الحقيقه هي الذهب. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل موديل من سنه 2022 للنهارده، وموديل من 2000 للنهارده، ما بين الريل استيت وما بين الذهب في كل الحاجات. لو حطيت فلوسك هيحصل ايه؟ طيب، بالنسبة من 2022 للنهاردة اللي هيحصل كالآتي: إن الذهب كان في ديسمبر 2022 ب 1400 جنيه، النهاردة ب 5700 جنيه. ده الجرام الذهب ال 24. طيب، بس أنا اخترت ليه الميعاد ده؟ عشان قبليها بشهرين كان في طلعة كانت 700 وحاجة ونطت، فقلت عشان ما حدش يحسبها عليا. دي زيادة 256%. أوكي، الزيادة دي حصلت في قد ايه؟ في سنتين ونص. تعال نشوف الريل استيت. الريل استيت في حاجتين: كوميرشال وريزيدنشال. الريزيدنشال على حسب اللي هو الكوميوليتيف جروث، اللي هو CRG، اللي هو المصطلح ده، وهوريه لكم في الريسيرش تحت. زادت بنسبة 10.56 بير يير، يعني في سنتين ونص زادت 25%. ده الريزيدنشال اللي هو ايه؟ المساكن بتاعتنا. طيب، والكوميرشال اللي هي المحلات زادت بحوالي من 20 ل 40% في السنة. يعني في فترة السنتين ونص دي زادت 50%. اوكي، طيب كويس قوي. طب بس برضو لو على مدة اكيد انت كده ظالم، انت كده بتيجي عليهم. تعال بقى نشوف من سنة 2000. من سنة 2000 جرام الذهب كان ب 33 جنيه بوينت 7. اوكي، والريسيرش موجود. اوكي، ومتر الكوميرشال، متر اسمه ايه ده، الكوميرشال او الريزيدنشال، الافريج ما بينهم كان ب 2000 جنيه في المتر، ده في القاهره. طيب، ده كسكوير مترز. المتر زاد دلوقتي بقى المتوسط في القاهره 30000، ودي زياده 1400%. الرقم ده رهيب يعني على اي انفستمنت في الدنيا في 25 سنه. ده انفستمنت طبعا جامد جدا. بس تعالى بقى نشوف الذهب. من 33 جنيه ل 5700 جنيه، دي زياده 16000%. حضرتك 16000% معناها ايه؟ يعني انت لو كنت شاري بمليون جنيه ذهب، مره واحده دول تقدر تبيعهم دلوقتي ب 114 مليون جنيه. فده، او سوري، 116 مليون جنيه. اما لو كنت جايب بمليون جنيه شقه في سنه 2000، في 2025 اخرك هتبيعها ب 14 مليون جنيه، وكلام لوجيكال. ففرق كبير قوي. طيب، هزيدك بقى من الشعر بيت ما بين الريل استيت والذهب. الذهب تقدر تسيل ايه؟ تسيل 5 جرام، 10 جرام. لكن في الريل استيت هبيع البلكونه؟ اكيد لا. يعني اكيد انا مش ما ينفعش اسيل حته حته. فالذهب ممكن يبقى بيزنس بالنسبه لك لو تقدر تقسمه على 100. يعني ايه لو اقدر اقسمه على 100؟ يعني انت لو قدرت تجيب 100 جرام ذهب متقسمين جرام 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 جرام، اللي هيحصل كالاتي: اول ما الذهب يزيد 10% تسيل انت 2%، 2 جرام. يعني ايه؟ يعني الذهب ليه؟ لان الزياده على كل الجرامات. فانت بالنسبه لك لما تبيع 2 جرام ذهب، ده هيبقى يكفيك لغايه الزياده اللي بعديها، وكسبت 8% في النص. يعني ايه؟ يعني الذهب زاد، كان مثلا معاك 100 جرام ذهب وكانوا بمليون جنيه. مرة واحدة دلوقتي زادوا 10%. فما زادوا 10% بقوا مليون و100 ألف جنيه. اوكي، وهم لسه 100 جرام ذهب. بس انت لو سيلت 2 جرام فهيبقى معاك 98 جرام ذهب. اوكي، ال 98 جرام ذهب دول زادوا 8% عن ثمنهم الحقيقي، وال 2% دول هيعيشوك لغايه الطلعه الجايه. عاوز تقعد تحسبها الطلعه دي هتكفيك قد ايه؟ ال 2 جرام دول مش رقم قليل يعني، عشان بس نبقى واضحين. هتلاقيهم الجرام بقى يعني 12000 جنيه. فقشطه يعني كانفستمنت ان انت تقعد تعمل كده انت بتكسب، ولسه عندك مارجن تسيل لغايه 8 كمان في المية زياده. فالحركه دي مش موجوده في الريل استيت. فامن فعلا انفستمنت هيبقى الذهب. طيب، ازيدك بقى من الشعر بيت: انت لو عملت نفس القصه دي ما بين الريل استيت والفضه، الفضه اللي هتكسب برضه. شوف بقى يعني ليه؟ لان هيقول لك بس الذهب فولاتايل بيطلع وينزل. حضرتك الاي اي كتب لي الكلمه دي وشوفها هزقته ازاي وقعد يضحك اصلا على الحوار ده. حضرتك هي العمله مش الذهب مش فولاتايل. الذهب الاوفرول ترند بتاعه في اخر 100 سنه بيعلى، ده اسمه اوفرول ترند. حضرتك هو في الاخر بيعلى من سنه 1925 للنهارده، هو بيعلى ما بيقلش. فمعنى كده ان النزلات بتاعته دي اسمها مومنتيرلي، بيفرغ
يعني لو سالت واحد بتاع فوركس بيقول لك ان في اي حتى في العملات في حاجه اسمها تفريغ، فالتفريغ ده عشان يقدر ياخد مومنتم سرعه قوه عشان يقدر يكسر لفوق، فده الطبيعي، ده لازم يحصل يعني ده في اي حاجه في الدنيا. فاما يجي واحد بتاع ريل استيت بعد كده يحاول يقنعك ان في حاجه اسمها انفستمنت في الريل استيت، قول له لا معلش. ولو زودت كمان ان انت شاري كوميرشال وبتاجره ومأجره 100%، مش هتجيب الفضه، مش هتجيب الذهب. يعني بصوا الموضوع محسوم اصلا. فمعلش بس الناس بتاعت الريل استيت كفايه فاتيه على الناس، وركزوا ان بتوع الريل استيت اللي يفرق معاهم ايه؟ هو عاوز يبيع يا باشا، هو مش عاوز ولا فارق معاه مصلحتك ولا فارق معاه اي حاجه، هو اللي فارق معاه يا باشا الكوميشن بتاعي. فانت ركز كده، ولو عندك انفستمنت لا ما تحطوش في شقه ولا محل ولا مش عارف، حطه في ذهب، حطه في فضه، حطه في حاجه تعرف تسيل منها جزء عشان تعرف تعيش، لان الدنيا مش سهله.